هو شخصية من أعظم الشخصيات العلمية اللي ظهرت في التاريخ، وكان أول واحد يستخدم المنهج العلمي في العلوم والكيمياء بعيدا خالص عن الخرافات، وعمل تجارب كتير جدا ونجح في اكتشاف مواد عضوية كتير برضه، كان ليها الفضل في صناعة حاجات كتير بعد كده هنتكلم عنها في الحلقة. باختصار شديد الراجل ده هو الأب الشرعي للكيمياء، عشان كده لقبوه بأبو الكيمياء. وكلامنا هنا طبعا عن العلامة المسلم شيخ الكيميائيين جابر بن حيان الأزدي. أبو جابر بن حيان كان عايش في الفترة من أواخر الدولة الأموية لبداية الدولة العباسية، واتولد جابر بقى لما عيلته كانت في بغداد سنة 101 هجريا اللي هي 721 ميلاديا، لكن أبوه مات من وهو لسه صغير، وجابر اتربى عند قرايبه اللي ربوه وعلموه كويس. وكان جابر بن حيان مهتم جدا بقراية الكتب في كل مجالات العلوم، فدرس بقى الطب والتاريخ والكيمياء والفلسفة، وكان عنده مهارة في كل العلوم دي مع بعض. لكن هو نفسه بقى كان بيميل أكتر للكيمياء، كان حبيبها هي بالذات يعني أكتر من باقي العلوم التانية. ولما اتنقل من بغداد وراح عاش في مدينة الكوفة بدأت حياته ساعتها مع الكيمياء، لأن ساعتها جابر بن حيان عمل لنفسه معمل خاص كده وقعد بقى يعمل فيه التجارب، ويتعرف بقى على المواد الكيميائية المختلفة من خلال مشاهدة النتائج بتاعة التجارب دي. وعلماء الكيمياء عموما بيقولوا إن جابر بن حيان هو أول واحد يستعمل المختبر عشان يعمل فيه تجارب الكيمياء دي، وهو أول واحد في التاريخ يحط أسس علمية صح للكيمياء الحديثة، وده لأنه كان دايما على طول بيجتهد عشان يعمل التجارب والمعادلات الكيميائية دي على أرض الواقع، عشان يتأكد من النتائج اللي وصل لها في المعادلات وما يبقاش الكلام نظري بس على الورق. يعني تقدر تقول كده ان المبدأ اللي جابر بن حيان كان ماشي بيه في حياته وفي دراسته للكيمياء خصوصا كان هو عليك بالتجربة لتصل الى المعرفة. وبمناسبة الكلام ده بقى فتعالوا نعرف كده اهم الحاجات اللي جابر بن حيان عملها في المختبر بتاعه ده، منها تجارب وعمليات كانت كده موجودة من قبله، بس هو قدر ان هو يطورها اكتر ويطلع منها بنتائج جديدة، ومنها التجارب الجديدة بقى اللي محدش كان سبقه ليها، وكان جابر بن حيان هو اول واحد يدخلها في علم الكيمياء. قدر يوصل لطريقة بيصنع بيها ورق بيقاوم النار وما بيتحرقش لو جيت تولع فيه، وده كان ممكن بقى يستخدمه في تغليف المصاحف او الكتب المهمه. ده غير كمان انه قدر يخترع قماش بيقاوم الميه وما بيتبلش، وده كمان فوق المواد الكيميائيه الكتير جدا اللي هو كان اول واحد يحضرها، زي ميه الذهب اللي بتستخدم في الطلاء وفي الرسم على الخزف، ودلوقتي كمان ميه الذهب بقت بتدخل في صناعه مستحضرات التجميل. واكتشف كمان الصودا الكاويه اللي هي هيدروكسيد الصوديوم NaOH، واللي بنستعملها بقى دلوقتي في صناعات كتير جدا زي انتاج الالومنيوم والورق والمنظفات والادويه. ده غير كمان انه قدر يوصل لطريقه معمليه نقدر بيها نفصل عنصر الذهب عن الفضه بسهوله. يعني جابر بن حيان فعلا كان عباره عن موسوعه كيميائيه بتتحرك على الارض. وانت ممكن تكون بتقول لنفسك دلوقتي ان جابر بن حيان لو كان عايش في زماننا ده كان زمانه كسب جائزه نوبل على كل الاكتشافات اللي هو عملها دي، لكن خليني اقول لك ان بجد جابر بن حيان كان فعلا اكبر من اي جائزه، وكتير من اللي كسبوا نوبل اصلا كانوا عباره عن تلاميذه، لانهم يا اما اتعلموا من كتبه او من كتب علماء تانيين كانوا تلاميذ جابر برضه. ده غير كمان اصلا ان علماء العصر ده اللي زي جابر ما كانوش شغالين عشان الجوائز ولا عشان الفلوس والشهرة، يمكن اصلا ما كانوش يفكروا ان الناس هتفضل تتكلم عليهم لحد دلوقتي وتفتكرهم في القرن ال21، لكن كانوا شغالين اولا لوجه الله، وثانيا شغفهم وحبهم للعلم وانهم عايزين ينفعوا العالم. وعلماء الغرب بقى كمان على فكرة اتكلموا بكل خير عن جابر بن حيان لانهم استفادوا جدا من علومه وتجاربه اللي اترجمت واتدرست في الجامعات، زي العالم الفرنسي برتيلو اللي قال ان جابر في الكيمياء زي بالظبط ارسطو في المنطق، وقال كمان ان عمره ما كان بيكتفي بالكلام الغامض او النظري اللي على ورق او اللي لسه محتاج لتفسير، لكن كان دايما بيشتغل بالمشاهده والتجربه العمليه. وكمان العالم جوستاف لوبون اللي قال ان كتب جابر عباره عن موسوعه علميه بتحتوي على خلاصه علم الكيمياء، غير كمان المركبات اللي اتكلم عنها وكانت مجهوله من قبله زي الصودا الكاويه اللي قلنا عليها من شويه. وعلماء بقى تانيين اتكلموا عليه كتير وقالوا ان جابر بن حيان كان سابق عصره بقرون، وانا شايف ان الجماعه دول عندهم حق في الكلام ده. ودي كانت حكايه واحد من اعظم لو ما كانش اعظم شخصيه علميه ظهرت في العالم، عشان تعرفوا ان المسلمين بكل فخر هم اللي علموا العالم. وبس بكده خلاص يبقى كل الكلام اللي كان عندي لحلقه النهارده خلص دلوقتي. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنساش تقول لي ده من خلال ان انت تدوس لايك وتشترك في القناه من تحت الفيديو لو ما كنتش مشترك، عشان تتابع بقيه السلسله اللي هتنزل على مدار رمضان. ولو كنت اول مره تشوفني فيا ريت بقى تخش تاخدك لفه كده في باقي الفيديوهات اللي موجوده على القناه، وان شاء الله هتعجبك. وبس كده، سلام.